المشاركة العربية في بطولة أوريدو قطر الكبرى للبادل في فئة الرجال تمثلت في 4 فرق قطرية. 8 لاعبين بصموا على حضورهم في واحدة من أقوى بطولات اللعبة في العالم، قدموا ما عليهم وأكدوا أن هذا النوع من المباريات يمنحهم المزيد من الخبرة. من سنة لسنة المستوى جدا مرتفع، قاعد يرتفع ويتحسن. القاعدة الجماهيرية تكبر في قطر، قاعدة اللاعبين تكبر، الفئات السنية الصغار اليوم عندنا منتخبات حتى يمكن تحت 10 سنوات. في اهتمام كبير جدا من القيادة، حتى من سيدي سمو الأمير، من المسؤولين عن الرياضة، بصراحة نشكرهم على ذلك. الشقيقان محمد وعبد العزيز الكواري، جبر المطوع، محمد الخنجي، علي الصايغ وريان الجفيري، جميعها أسماء حاولت الظهور بوجه مشرف في نسخة تضم أكبر الأسماء. هو للأمانة تطور ملحوظ من السنة اللي طافت إلى هذه السنة، وكل سنة عن سنة احنا نشوف المنتخب القطري يؤدي مستويات أحسن. طبعا انت تطلع إلى فوز في أحد بطولات البريمير بادل، إذا مش هذه السنة الجاية، لكن لا شك أن هذا هدف عندنا احنا في الآونة القريبة إن شاء الله. رياضة البادل في دولة قطر تشهد انتشارا واسعا وتطورا ملحوظا من سنة لأخرى بشهادة المتابعين والمختصين، والهدف واحد: العمل بجد والتحضير لما هو قادم من تحديات أخرى. ان احنا نقدر نجاري ناس ولدوا يعني ومضرب البادل في يدهم من اسبانيا والارجنتين، نقدر نلعب معاهم مباريات الى حد ما تنافسيه ونقدم مستوى ونفوز بطولات. يعني قبل تقريبا 3 أسابيع من الان كان في بطوله تحت تنظيم الاتحاد الدولي بروموشن في قطر، قدرنا نفوز فيها. فنعتقد انه انجاز على مستوى عمر اللعب وعلى مستوى عمر اللعبه ونموها، لكن ان شاء الله القادم افضل. محظوظين احنا صراحه بوجود بطوله نفس هذه في قطر، لأنها تساعدنا طبعا كلاعيبه قطريين ان نحتك ونكتسب خبره، خصوصا ان قاعدين نلعب مع لعيبه تقريبا يعني من افضل لعيبه العالم. رغم خروجها من الدور الأول، إلا أن الفرق القطرية عبرت عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في منافسة بحجم بطولة أوريدو قطر الكبرى للبادل لاكتساب المزيد من الخبرة وعلى أمل التألق والتقدم أكثر في المستقبل. من مجمع خليفة للتنس والسكواش، بدل جيزة، بين سبورتس، الدوحة.